موضوع أفارقة في جزائر واو ماهيا خطة يهود في هذا أمر سأبدأ موضوع إلى كل شخص يحب جزائر ويحب استقرارها، وليس إلى شخص جاهل يقول أن هذا عنصرية. بسم الله، خطة اليهود هي إغراق جزائر في 6 مليون إفريقيا. وكيف ذلك؟ سيبدأ الأفارقة في قدوم يوم بعد يوم بآلاف، ويكونوا جماعات ينخلطون مع شعب الجزائري، وعند كثرة وفارقة في الجزائر سيكون من صعب أرجاهم إلى أراضيهم، وتحصل مناوشات مع الأفارقة وشرطة وشعب نقطة، فهم صاروا قوة فلا يمكن طردهم بسهولة. وعندها تبدأ خطة اليهود في التدخل باسم حقوق الإنسان وأطفال، وتمنع الجزائر من ترحيلهم. وإذا استمرت الجزائر في ترحيلهم ستدخل أمريكا الجزائر باسم الإنسانية وتحاول نزع دولة جزائرية كما فعلت مع العراق سابقا. إما إذا لم تطردهم الجزائر فسوف تدخل الجزائر في فقر كبير بسبب تقاسم العمل مع جزائريون، ومع علم أن عمل في جزائر هو غير متوفر بكثرة، ومن ثم كذلك سنرى ظاهرة هجرة غير شرعية إلى أوروبا، وسوف تكثر نسبة هجرة ب50% أكثر بسبب فقر وعدم وجود فرص عمل للشباب. إما بالنسبة لبناتنا سوف تكثر عنوس بكثير بسبب هجرة شباب وفقر. ومن هذا نستنتج أن خطة غرب نجحت في تدمير دولة أخرى بمجرد استخدام عقلهم. الجزائر ليست بالقادرة على استقبال اللاجئون، فهي بحد ذاتها شعوبها محتاج، فنطلب من دولة أن تقدم لهم مساعدات في بلدانهم، أو بناء مخيمات للاجئين في جنوب الجزائر وتقدم لهم أكل وشرب ودواء إلى آخره. شارك فيديو، وشكرا.